السلام عليكم. عند بنتي لا ده طعم ايه؟ ما هي مالهاش زياده بس واحده واحده ايه؟ اثنين ماشي؟ لما انت ماشيه بتبصي ايه؟ تبين عليك البنت حاجه عدله خلاص حتى الأوبر هيتفرج حتى الأوبر المنتظر دلوقتي ان انا اقول وعيد في هدير ونشمت ونقول لا ده حلال اللي بيتعمل فيها وحلال اللي هي بتعرض له والكلام ده، ولكن ولاول مره اقول ان البنت في الفيديو ده مظلومه. في الفيديو ده مظلومه ومفروض لها حق وحقها لازم يجي لها. مبدئيا انا معترض على كامل تصرفاتها وعلى على كل افعالها وعلى الحاجات اللي بتعملها الفتره الاخيره دي كلها مقرفه بالنسبه لي وحاجه قرف، وهي عارفه كده كويس. ولكن باي حق وباي منطق تدي لنفسك السلطه ان انت تضرب بنت وبنت ناس او لها اب، سيبك بنت ناس او بنت كلب، لها اب ولها اخوات وبني ادمه زيها زي والدتك وزي اختك وزي بعيدا طبعا عن تصرفاتها خالص. ايه اللي يديك الحق كده؟ انت اتجوزت البنت، اتجوزتها وانت عارف ان هي كده، او ممكن تكون متجوزها عشان هي اصلا كده وعاوزها تبطل كده، اللي هو انت متجوزها عشان هي كده. فانت ده بين البيع والشراء يفتح الله. انت راجل اشتريت ان انت تعيش معاها بالمنظر ده بالشكل ده بكل تصرفاتها دي. ما تجيش انت تعترض عليها وتيجي تقول هعدل فيها واعمل كان ابوها عدل، كان اخوها عدل، كان او حتى لو انت هتعدل او انت هتغير في البنت والكلام ده كله، مستحيل يكون بالاذى النفسي والضرر اللي احنا شايفينه قدامنا في الفيديو. فيديو طبعا كلمة قرف غير طبيعية وكلمة افتراء غير طبيعية، بعيدا زي ما انا قلت لكم، بعيدا عن اني معترض على تصرفات البنت. طبعا الفيديو وهو احنا سامعين في الفيديو، طبعا هم بيقولوا ان الفيديو مش عارف عشان ايه وعشان ايه، لا احنا سامعين ان هي لبست لبس وخرجت تقريبا مع اصحابها، فعمال يقول لها انت رايحه لمين هيعمل مش عارف معاكي ايه ومين هيعمل معاكي ايه والكلام ده كله. انت حضرتك متجوز بنت على ترند على السوشيال ميديا عشان خاطر مقطع فيديو فاضح، انت متجوزها كده، فانت رايح تعدل في البنت، عدل باسلوبك، عدل بذكائك، عدل. احنا مش هنعترض على انها تعدل وتبقى احسن بنت في الدنيا، مش هنعترض. وكذا مره نقدم نصايح وكذا مره نقول وكذا مره نعيد، وانا اقسم بالله لو اقدر او لو اعرف انها اوصل لها مكانها، او لو هتسمع كلامي، لان انا سهل اوصل لها، يعني الوصول سهل، ولكن لو هتسمع وتنفذ الكلام بعد كده وتبقى بنت كويسه والكلام ده كله، كان بص معظم الشعب المصري راح وعمل نفس الخطوه دي. فانت خلاص يا ربنا اداك القدره ان انت تكون في المكان ده. حاول تعدل بشكل افضل، بشكل يليق بالكلام ده كله، مش بالمنظر اللي احنا شفناه في الفيلم. البنت لها حق وحقها لازم يرجع لها مهما كانت، فهي بنت.